السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعنوان كورة عالمية. الدوري المصري، قرعة دوري أبطال أفريقيا والقرعة الكونفدرالية الأفريقية، وفوز الأهلي النهاردة على الاتحاد 3-0. الأهلي النهاردة فاز على الاتحاد 3-0 في الدوري المصري، 6 مباريات ب6 فوز، 18 نقطة، يتربع على الدوري المصري. ولكن الأهلي بدأ المباراة قوية جدا. شوط أول أقدر أقول عليه جيد جدا، شوط تاني متوسط، شوط تاني برغم الفرص الكتير للأهلي، ولكن الاتحاد كان أحسن. الأهلي أحرز هدفين، وتحس إن الأهلي ما دام خلاص جاب الهدفين يعني مش عايز يجيب الثالث والرابع والخامس. حاجة غريبة، يعني حاجة غريبة من الأهلي النهارده، برغم من أداء الأهلي النهارده الشوط الأول يعني حلو جدا، قلنا الأهلي هيفوز 3 و4 و5، ولكن النهارده لعب مباراة قوية على الأهلي في الشوط الثاني بالتحديد، وضيع ضربتين جزاء. الدليل في ضربتين جزاء ضاعوا على الاتحاد، كوره صدى محمد الشناوي، والكوره الثانيه ضيعها ميسي، طبعا تصدى من محمود علاء ضربه جزاء. ولكن دفاع الاهلي النهارده كان سيء، نص الملعب برضو، وبالذات زي ما قلنا في الشوط الثاني كان اقل من المتوسط. الاهلي كان عنده صربعه، قول استعجال، قول عدم تمركز، قول ضياع فرص دي، يعني ضياع فرص دي بسبب الاستعجال، الصربعه. وبالذات احنا قلنا لما قفشه ينزل هيمسك نص الملعب، ولكن حصل العكس. الدفاع كان بطيء النهارده، نص الملعب كان بطيء سنه، التنظيم ما كانش هو. كريم فؤاد النهارده كان سيء. حسين الشحات، يعني حسين الشحات نزل في خلال 7 دقايق بالظبط، عمل 2 اسيست، والاثنين اسيست اهداف. هدف جه بتاع قفشه، طبعا رقص الحارس واعطاها لاكرم توفيق هدف، وهدف بيرسي تاو النهارده كان ممتاز النهارده بصراحه. يعني انا كنت يعني اعتقد ان بيرسي تاو كان ياخد راجل المباراه او افضل لاعب في المباراه، لكن خدها محمد الشناوي افضل لاعب في المباراه. بيرسي تاو لو الهدف ده جابه كان خد احسن لاعب في المباراه، كان خد افضل لاعب في المباراه. معرفش هو ليه ما جابهاش. اي شوطه جول، اي شوطه جول، ولكن كعبل ربنا يسترها ما يكونش الصاب. مبروك للاهلي ال3 نقاط. الاهلي بيفوز بيعمل ضغط على الكل. الاهلي عنده مباراه قويه جدا، لازم العب. انا بدات صح، انهي صح، العب كل الريتم كله يبقى كل واحد. الاهلي عنده مباراه قويه في افريقيا، والنهارده كان قرعه دوري ابطال افريقيا هنقول عليها دلوقتي، قرعه صعبه جدا، سواء اهلي سواء زمالك. فالاهلي لازم ينظم خطوطه الدفاعيه، نص الملعب يبقى اهم حاجه الانتشار صح، التنظيم صح. الهدفين بتوع الاهلي فرقوا كتير صراحه، هدفين بدون بدري، هدف في الدقيقه 11 وهدف الثاني في الدقيقه 31، خلى الاتحاد فتح خطوطه اكتر. يعني الاهلي كان ممكن يجيب 3 و4 ليه؟ لان الاتحاد فتح خطوطه. مش هتلاقي فريق يلعبك زي الاتحاد بهذه الطريقه. يعني في فرق بتلعب دفاع، الاهلي الاتحاد النهارده فتح خطوطه. يعني كان ممكن انت تجيب 3 4 اهداف الاتحاد النهارده. الاهلي بدأ تشكيله نفس التشكيله بتاع غزل المحله، محمد الشناوي، اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، وعلي معلول، وديانج، وعمرو السوليه، وسافي، وعبد القادر، وعندك وبيرسي تاو، كان يعني وكريم فؤاد. طبعا التبديلات اللي حصلت نفس التشكيله. فاحلى حاجه في كولر ان هو بيثبت التشكيله، ولكن عايز قد حسين الشحات، قد حسين الشحات اكتر من كده، شادي ياخد اكتر من كده. يعني في مباراه قويه جدا جايه، في كاس وفي دوري ابطال افريقيا. قرعه دوري ابطال افريقيا النهارده بصراحه انا مش عايز اتكلم عليها. يعني دي قرعه، هل حظ ان الرجاء يقع في هذه المجموعه؟ الوداد برضو يمكن الرجاء اقل مجموعه، بعديه الوداد، اهلي والزمالك اصعب مجموعه، مجموعتين نار بصراحه. يعني اهلي مجموعه نار. شوف الاهلي، مجموعه الاهلي، الاهلي وصن داونز والهلال والقطن الكاميروني، رابع كلاكيت، رابع مره صن داونز، ومكتوب علينا صن داونز. حتى الهلال برضه ثالث مره يقع مع الاهلي. ونفس السيناريو الزمالك، ترجي بعين، شباب بلوزداد، برضه نفس السيناريو، الزمالك، ترجي، شباب بلوزداد، والمريخ السوداني. شوف مجموعه الرجاء وحوريه الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الاوغندي، مجموعه سهله جدا.
تحس ان هو بنقينها يعني نقاوه للمغرب. المجموعه الاولى الوداد وبترو اتلتيكو وشبيبه القبائل وفي تكلوب الكونغولي. فمجموعه الاهلي مجموعه نار، نفسها برضه مجموعه الزمالك مجموعه قويه جدا، مجموعه نار. مجموعه الرجاء ماشي. اهم حاجه ما بعد المجموعات، اهم حاجه ما بعد دور المجموعات. عندك الكونفدراليه برضو، عندك المجموعه الاولى اتحاد العاصمه الجزائري وبروم الجنوب افريقي والاخضر الليبي ولوبوبو الكونغولي. المجموعه الثانيه اسك ميموزا الايفواري وديابلز الكونغولي وريفرز يونايتد النيجيري وموتيما بيمبي الكونغولي. والمجموعه الثالثه بيراميدز واسكو كارا التجولي وفيوتشر والجيش الملكي المغربي. والمجموعه الرابعه مازيمبي الكونغولي والاتحاد المنستيري ويانجا افريكانز التنزاني وباماكو المالي. طبعا عندك الاهلي هيلعب اول مباراه في القاهره مع القطن الكاميروني يوم من 10 او 11 فبراير. الزمالك هيلعب شباب بوليسداد برضو 10 او 11 في القاهره. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.